السلام عليكم الكبيدات ديالي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. لقاكم هذا الفيديو باحسن الحال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله مرت لوسي اللي غادي تبارطاجي معكم هاد الكيكه هذه، صراحه جات زوينه. فتبعوا لا فيديو، خليكم مع الطريقه ديال التحضير ديال هاد الكيكه. السلام عليكم. اليوم غنوجدوا واحد الكيكه كتجي ساهله وبنينه وكتجي معلكه. بالنسبه للمقادير غنحتاجوا جوج هيرنيس كبار، عندنا جوج بيضات، عندنا جوج خمارات، عندنا كاس ديال سنيده، وعندنا كاس ديال الحليب وكاس لاروب ديال الزيت، وعندنا جوج معالق كبار ديال الكاكاو غبره. وبالنسبه للعبار كنعبروا بكاس ديال العنبه. وعندنا المهم هادشي هاد الخليط راه غنخلطوه كله في مولينيكس، غنستعملو مولينيكس. المهم هانتوما درنا داك هيرنيس، غنخويو عليه دابا كاس ديال الحليب، غنخويو عليه الزيت، المهم غنديرو دابا دوك جوج خمارات صافي ونسدو عليها ونطحنو. المهم غتستعملوا اي مول بغيتو. المهم انا استعملت هنا مول الداير، تقدروا تستعملوا مول مستطيل، اي مول بغيتو. المهم انا استعملت غير مول الداير. المهم غنهزو الخليط وغنخويوه، نزيد دينا شويه الفوق. شتي الخليط كيجي زوين وخفيف. نتمنى زعما تجربوها وتردوا عليا الخبار. صافي المهم هنا غنديروا هذا في الفران، كيكتنا في الفران وغنجعل ليها غير لتحت صافي. نتوما شوفوا معايا. المهم ها الكيكه ديالنا من طابت، هي جبدناها كتجي رائعه واعره. ديروش على تلهبت ليا غير شويه من طيبت من الفوق، تلهبت ليا راه كتجي فنه، كتجي شيشه. المهم دابا غنوجد ليها لاصوص ديالها. بالنسبه للاصوص ديالها غنستعملوا كاس ديال الحليب، وهنا عندنا معلقه ديال مايزينا ومعلقه ديال كاكاو غبره. وغادي نستعمل جوج معالق كبار ديال سنيده، غادي ندير واحد جوج معالق كبار ديال سنيده. نديرها فوق البوطه وغنبقى نحرك هذيك لاصوص حتى تعقد مزيان. غير ما تحيدوش يديكم بالتحراك وراه غتعقد. والله اللي كنتمنى البنات تجربوها، راه كتجي كيكه واعره واعره، كتجي فنه وهشيشه، وديك لاصوص كتجي خطيره. هانتوما لاصوص ما كتعقد لينا، كتجي واعره وخاطره وزوينه. المهم هذاك هو الشكل ديالها النهائي، كتشوفوا معنا. دابا غنزوقها. المهم اللي عندكم انا غنزوقها بالفيرميسيل. نتمنى نجربوها اكثر. اللي عنده وليدات صغار غيحماق عليها، حتى الوليدات كيعجبهم الشكلاط، داكشي علاش. ايوا نتمنى تجربوها.
ترد علينا الخبار. وهذا هو الشكل ديالها النهائي. ديك لاصوص كتجي خطيره.